يا دكتور انا بيجيلي تنميل في كف ايدي، وبحس بخدلان وبحس بكهرباء وبحس ان الم شديد وايدي وجعاني مش عارف استخدمها زي زمان. والوجع يزيد عليا قوي بالليل. ف ده من ايه وايه حلوله؟ طيب خلينا نبدا واحده واحده. كلمه تنميل في الاصل معناها التهاب في العصب، يعني زي ما نبقى قاعدين نتفرج على ماتش كوره الكهرباء تقطع، مفيش حد في اللي قاعدين هيتلخبط ان ده من الكهرباء. لما نلاقي التلفزيون فصل والتكييف فصل والنور فصل هنقول ده من الكهرباء اكيد. فنفس الكلام كلمه تنميل معناها ايه؟ التهاب في العصب. خلاص يبقى دي اول معلومه. طب تاني معلومه، التهاب العصب ده يحصل ليه؟ والله عشان تتخيل الموضوع، تخيل معايا شبكة الكهرباء اللي داخل المدينة كلها، لو بتتفرع الكابلات بتاعتها كل كابل يروح لحي او لمنطقة، وبعدين ترجع الكابلات دي تتفرع تاني ويخش الشارع، كل كابلات صغيرة كل شارع ياخد كابل، وبعد كده الشارع يطلع الكابل بتاعه يطلع كابلات اصغر كل كابل يخش شقة. الشبكة دي بتغطي المدينة كلها بفروعها. نفس الكلام والله الاعصاب بتنزل من المخ، الحبل الشوكي في الرقبه، الحبل الشوكي ده يتوزع يدي الاعصاب بتاعه الدراعات يمين وشمال، ويدي فروع صغيره توصل لحد اطراف الاصابع. اذا احنا عندنا 3 سيناريوهات مشهوره، يا اما المدينه كلها تفصل الكهرباء فيها، وده معناه ان في حاجه في العمومي زي مثلا تخفيف احمال، فلما نقول الجسم كله فيه تنميل او الاطراف الاربعه فيها تنميل ندور على حاجه عامه تهاجم الاعصاب كلها زي السكر على سبيل المثال. طيب لما نقول لا ده هو المدينه كلها منوره بس الشارع بتاعنا بس هو اللي مضلم، بيصلحوا حاجه في الكشك مثلا بتاع الكهرباء، ده زي لما اقول لك ان الجسم كله ما فيهوش تنميل بس الدراع اليمين بس فيه تنميل او الدراع الشمال بس فيه تنميل. معنى كده ان في حاجه في الرقبه ضغط على العصب، سواء كان انزلاق غضروفي، سواء كان خشونه في الفقرات، ضيق في القناه العصبيه، تعددت الاسباب، بس في النهايه اصبحت المشكله في الدراع بس مش في الجسم كله. واقول لك برضو مثال الكهرباء، ممكن يبقى الحي كله منور بس الشقه بتاعتنا بس هي اللي مظلمه، ما دفعناش فاتوره الكهرباء مثلا. فاقول لك الدراع كله ما فيش فيه حاجه والجسم ما فيهوش حاجه، بس كف الايد بس هو اللي بينمل، العصب وهو معدي هنا في الريست اتخنق او عند الكوع اتخنق. فاذا مكان التنميل ومكان الالم يعرف يدينا مفتاح هو الخنقه جايه فين. يعني لو الخنقه في كف الايد والصوابع بس نقول ده من الريست، والخنقه لو في الدراع كله نقول ده من الرقبه، الخنقه لو في الايدين والرجلين نقول ده من السكر او من اي مرض بيهاجم الاعصاب الطرفيه كلها. ماشي كده؟ طيب في عيانين بقى بيبقى حظهم سيء، يبقى عنده حاجه اسمها دبل كراش او ساعات تريبل كراش، يعني يبقى عنده سكر يهاجم اعصاب الجسم كلها، وعنده انزلاق غضروفي في رقبته فيبقى رقبته بدراعه منمل، وعنده كمان خنقه في العصب بتاع ايده عند مفصل الريست فيبقى كمان العصب مخنوق في كمان مره او 3 مره بقى كده، يبقى كده 3 اماكن، ده تريبل كراش. طيب بيتهيألي كفايه كده على الفيديو ده عشان انا وصلت خلاص. ونتقابل في الفيديو اللي جاي نتكلم عن العلاج، بنعالج ازاي موضوع التنميل ده. السلام عليكم.